عجينة سريعة للفلافل. عجينة سريعة للفلافل، يعني صحية أكتر من الحمص ومن العدس، وهذا كله بيعمل نفخة. هيدا برغل بس بنفس خلطة الفلافل. نقعت برغل، كباية برغل نقعتها لحتى نفشت مظبوط. طحنت، حطيت بصل، بقدونس، ورق بقدونس، وطحنتهم كمان، خلطتهم معهم، حطيت لهم كمون وبهار وقرفة وكزبرة يابسة مطحونين طبعا، وخلطتهم وتركتهم لحتى ارتاحوا. صرت شو اعمل؟ حط زيت بقلب المقلة وحط عجينة فلافل على اللقمة، وبعد ما احط العجينة ملسهم، غط ايدي مي امسحهم مسح، وطبها طب على المقلة. طب هيدي مطبوبة طب على المقلة لحتى تستوي. هاي اقلبها مثل ما بدي بعمل، ارجع اقلبها، بتصير هلا صارت الحشوة فوق والخبز تحت. بالاول بالعكس، كانت الحشوة تحت لحتى استوى. هيدي كتير طيبة وما بتضر المعدة، وبكفي انه بزيت زيتون مش بزيت مقلي قلب وشوي قلي. زيت. حطيتي بقدونس؟ قلت البقدونس. حطيت بقدونس بقلب الحشوة، بقلب المطحنة. طحنت بقدونس وبصل وثوم. وبصل وثوم. بهارات الفلافل. وطعمة الفلافل كتير طيبة. ايه كتير طيبة، ابدا هيك صحي، يعني صندوش فلافل بيقدر يحمصه، بيقدر يخليه طري، بس المهم لما بنقلب الخبزة فوق زيت الزيتون بتبقى المقلة سخنة، بتستوي الفلافل تمام، وحدها هاي طراطار وخيار ونعنع وبصل اخضر، كتير طيبة. سلام.